اسمعوا الفيديو سمعوا. ياسين يرفع كرة ياسين وبالراس لا زالت مغربية والخطورة والله جابها معمر حطها بنفسه الفنية الكبار. يا سلام على الإبداع، يا سلام على الفنيات، يا سلام على اللمسة بالكعب. أسيست خيالي، أسيست خيالي يا معمر، أسيست ولا في الأحلام، أسيست ولا في الأحلام. نعم أسيست روعة 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 من عثمان، روعة من عثمان. لاسيست أجمل من الهدف، لاسيست أجمل من الهدف يا عثمان يا معمر. يا لو من أسيست يا عثمان، خيالي وجميل يا عثمان. واللمسة الأخيرة تعطي الجول للمنتخب المغربي. أقل من 20 سنة المغرب كنا نتمناو على الأقل حقق في يوم من الأيام ولو 10% من إنجازات المنتخب المغربي الشقيق في المغرب. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة والله أنا شاهدت المباراة يعني قلبك يوجعك، تعرف بأنه هذا المنتخب المغربي الشقيق والعزيز على قلوبنا يستحق كل التقدير والاحترام لأنه استطاع التفوق على منتخب بهذه النتيجة الساحقة. عطوا له كل الامكانيات بشهاده المدرب نفسه اللي كان قال باننا رايحين من اجل تحقيق الفوز فيها. اعطينا صور هذه المواجهه للمنتخب المغربي الحبيب. اليوم تاكدنا ان المنتخب المغربي اقوى منتخب في القاره الافريقيه، لانه هذا المنتخب قلنا بشهاده الطاقم الفني والاتحاديه منتخب عظيم ونحسد المغرب الشقيق عليه، سواء منتخب اقل من 17 سنه او منتخب اقل من 20 سنه. من اين ناتي بمنتخب عظيم كهذا؟ المسؤوليه يتحملها السيد رئيس الاتحاديه الجزائريه الذي كان يقول اتركونا نعمل وبعدها حاسبونا. اليوم هذا المنتخب رانا نشوفه في هذه الصور منتخب يستحق كل التقدير والاحترام، ويجب ان ناخذ العبره منه وجها لوجه. لاقل من 20 سنه عندهم 19 سنه اللاعبين هذو. بالنظر للترتيب، اعطيني الترتيب الان. الترتيب يقول بان المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه مصنف ضمن كبار المنتخبات العالميه، واحنا خارج السباق مثلما نحن خارج السباق في منتخب مع منتخب أقل من 17 سنة. محمد قاسي سعيد، أين هو الخلل في المنتخبات الشبانية؟ كنا نقولوا كنا نيجليجيو لي زيكيب تاع لي جان. الآن هذه الاتحادية وضعت كل الإمكانيات في لي زيكيب تاع لي جان، ما كانش التأهل حتى لكأس إفريقيا. وما يقولولناش كنا ندو كأس العرب وكذا من قبل، لأنه كي لحقنا كأس إفريقيا بريمي تور إليميني ونضمناها في بلادنا. منتخب أقل من 17 كارثة، منتخب ألعاب البحر الأبيض المتوسط كارثة تاع لي جان. في كل مرة كوارث بالجملة. لماذا حسب رأيك كلاعب سابق مريت على مختلف المنتخبات الشبانية؟ يواصل الصعود في سلم ترتيب الفيفا. باهي باش ما نطولش عليك، احنا مش قلت لك مرة انا المغرب اقتحمت ساحه العظماء، حديقه ولا ساحه ولا ميدان بليتو اللي صعيب ياسر. ميدان الكبار في كره القدم، واصبحت من الكبار، معناها اصبحت عالميه. المغرب تقول بصراحه كي تربح بك المستوى اللي ريناه بالنسبه لي ليست مفاجاه، فهي نتيجه طبيعيه لما قدمه ونتمنى معناها باش يكون معناها في تطور. انا واش نقول هنيئا للمغرب الشقيق. نحي الفيكتوار، لا فيكتوار مي يا خويا. زابيري طبعا خريج اكاديميه محمد الساد، اسماء جميله قادره على صناعه التاريخ للمغرب، ورافد اول للمنتخب المغربي باذن الله تعالى كذلك في كاس العالم. في شيء يميز المنتخب هذا كابتن، نعم، ان اللعيبه هذيلا تقريبا من 5 دول اوروبيه متجمعين فيها، على البرتغال وفرنسا وبلجيكا وايضا اسبانيا، تمام؟ صح. فبالتالي اعتقد اليوم اللي قاعدين نشوفه نحن شيء يعني، واسبانيا ايضا، وقاعدين اللي نشوفه اليوم شيء مميز جدا في كوكبه من اللعيبه الشباب اللي هم ممكن بكره يمثلون مشعل ويروحون يكملون مع الفريق الاول. لذلك انا اقول لك هاي مجموعه اشتغل عليه الكابتن نعم. محمد وهبي، واعتقد ان شاء الله راح نفرح بفوزهم. الشعب المغربي راهو يطالب كأس افريقيا تلغى، راهي نايضه مظاهرات كبيره ضد الفساد. الشعب المغربي راهو مشعلها خاوتي. باي باي كاس افريقيا في المغرب، باي باي الاتحاد، باي باي كاس افريقيا خاوتي من الاخر، باي باي كاس افريقيا من المغرب. اوفيسيال حسب الصحف الفرنسيه. Morocco is plan A, Morocco is plan B, Morocco is plan C. الجزائر قوية، الجزائر راح تقاوم ولا دار يعني قاوموا. الجزائر لا تستغل. تفرجوا لهذا الفيديو هذا هنا باش تعرفوا علاش صحافة زيكو ما باغياش كأس افريقيا تندار في المغرب، وعلاش صحافة زيكو شوف التدوينات ديالهم، الهضره ديالهم، النبيح ديالهم. شوفوا هذا الفيديو هذا، شوفوا هذا العالم هذا، خيال علمي.
شوفوا هذا الملعب الخيال العلمي يعني ما كانش ملعب بحال هذا في العالم اللي دارها ما يمكنش. شوفوا فيه الجلي، شوفوا فيه كل شيء. هنا باش تعرفوا علاش راهم حاسدينكم، باش تعرفوا علاش هاد صحافة زيكو وهذا بعض الذباب كيما واحد الانسان مشى للرباط، مشى لمدينة الرباط وصور ملعب مولاي الحسن، صور الملعب مولاي الحسن وقال لهم باقي فيه 60% ديال الخدمة، والبارح جايب لكم حاط تصويره غنزيد لكم بعض التصاور ديال الملعب من الخارجه ديالو بحال مدينة الرباط عالمية. غنزيد لكم واحد التصاور تشوفوه مدينة الرباط العالمية، راكم تشوفوه في التصاور. وهنا باش تعطيكم فكره على من مع من راكم عايشين، خصكم تعطيكم فكره. هاد صحافات زيكو ولا بعض المحسوبين على صحافات زيكو راهم ما يبغيوش الخير للمغرب. راه قبل ما يجي يصرح معاك ارميلو هذاك الميكرو على وجهه، قبل ما يجي يقول لك حاجه ولا وبحال هكا يقول لك على ملعب مولاي الحسن ما غاديش يكمل الاشغال ديالو وكذا منا، بقاش وكلها الخبز وشبعوه الخبز في الدار البيضاء. سي نورمال يكون هكذا داير، فهمتوا؟ اللي يشبعوه الخبز هكذا يديروا. وراكم عارفين الميساج ديال من واصل، نتوما راكم حاسين، والمخير راه شاف هذيك اللقطه هذيك. لانه هذا انا من نشوف الحسد والغيره ونشوف بنادم باغي يهبل باش يقلع على كوبدا نعرف واش كاين في تحت راسه. ومع ذلك الحمد لله المغرب مسيطر طول وعرض. ولكن باش تجي هذا الشيء كامل تحسدوا المغرب، اخويا خدموا لنا. حنا البارح محرز دار فضيحه، محرز ما شربش الماء في ملعب وهران، الماء باش يشرب ما كانش في ملعب وهران، ما صابش. ها كاينه ولا ما كايناش؟ الماء ما كانش في ملعب وهران، الجمهور ما صاب ما يشرب. هذيك راه خالتكم مريم ولا ما نعرف راه قالتها بفمها، راه قالتها في فيديو، قالت لك ما صبناش الماء ونشربوا في وهران ملعب وهران. خليك